السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لا يحلو الكلام إلا بذكره، ولا يحلو الرزق إلا بشكره، ولا يحلو الليل إلا بمناجاته، ولا يحلو النهار إلا بطاعته، ولا يحلو الوقوف إلا على بابه، ولا يحلو المقام إلا في رحابه. أحمده سبحانه هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي من طينه أنشاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي فتح فاك، ومن الذي يعصى ويستر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. إنه الله، وحد الله. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها والمخ في تلك العظام النحل، فامنن علينا يا إلهي بتوبة تعفو ما كان منا في الزمان الأول. وأصلي وأسلم وأبارك على الهادي البشير والسراج المنير، سيد النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الوسيم والصغر البسيم والجسم القسيم والصدر السليم والخلق العظيم والنسب الزكي الشريف، صاحب اللواء المعقود في اليوم الموعود على الحوض المورود، سيدنا وحبيبنا محمد القائل فيما صح عنه: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. اللهم صل وسلم وبارك. شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي. دعا نوح على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ودعا موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلوات الله وسلامه على رسول الله. أيها الأحبة، أسعد الله مساءكم، وطبتم وطاب سعيكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة الكريمة المباركة التي صفت سماؤها وعلت أنوارها، وتجمع الأحبة على مائدة القرآن مع القارئ الحبيب والحبيب القارئ والشاب القارئ والشيخ القارئ، فضيلة الشيخ
أحمد كمال العيسوي. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ أحمد وجزاك الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك من فضل. شرفنا بك وشرفت بلدتنا بقدومك وبصحبتك الطيبة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة المباركة. بل أهنئ أهل الحلو جميعا. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا. أسعدتمونا وأدخلتم السرور على قلوبنا، وجمعتمونا على مائدة القرآن، فهي أفضل مأدبة وأجمل مائدة أن نجتمع على القرآن الكريم. فأسأل الله أن يجزيكم كل خير وأن يخلف عليكم من الحلال الطيب المبارك. قرأ الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد من سورة الشورى، وما أجملها من سورة، وكل سورة القرآن جميل. السورة دي سورة الشورى طبعا من الحوامين. من عندنا الحوامين كام؟ اهو ده اللي ما نعرفوش ده. طب الاهلي هيلعب انت، طب الدوري مش عارف ايه، طب مش عارف الشيء مين مش عارف. لكن كم واحد يعرف الحوامين؟ كم واحد يعرف الحوامين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طب بتعمل ايه الحوامين دي؟ وليه سموها الحوامين؟ الحوامين دول يا سيدنا 7. اسمع النبي قال ايه كده؟ 70 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عايزك الليلة دي كده يعني تطلع بحاجة كده ان شاء الله. لازم تطلع بحاجة منا، يعني ننتفع بحاجة ان شاء الله. صلى ينفعنا وإياكم بالقرآن وبالسنة المطهرة. الحوامين 7. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: الحوامين 7 وأبواب جهنم 7، فمن داوم على قراءة الحواميم فكل سورة تسد عن قارئها بابا من أبواب جهنم. عرفت قيمة الحوامين؟ 7 صور النبي كان بيقراهم قبل ما ينام على فكرة. عليه العوض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الحواميم والتسابيح كمان قبل أن ينام. أيوة قبل أن ينام. 7 صور يبدأوا بين حميم غافر، وحميم فصلت، وحميم الشورى، الجاثية، الأحقاف. الجاثية والإيه؟ تاني حميم غافر، وحميم فصلت، وبعدين الشورى والجاثية، نعم، والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. جزاك الله خير. الزخرف والدخان والجاثية، وبعدين آخرهم الإيه؟ يعني أولهم غافر وآخرهم الأحقاف. الله. 7 صور بالترتيب ورا بعض، جايين ورا بعضهم مرتبين. عايزك كده ان شاء الله يعني قبل ما تنام كده يعني ساعة، ادي نفسك ساعة كده هتقراها، بس داوم اضمن هتسد عنك كل صورة باب من ابواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يجعلنا نتوقف، ليه ربنا سماها سورة الشورى؟ والشورى يدل صورة باسم الشورى. ايوه احنا محتاجين للموضوع ده يا حبايبي، احنا محتاجين للشورى. الله عز وجل انزل في كتابه صورة وسماها بصورة الشورى حتى يعلمنا ان الشورى امر مهم في حياتنا. هو ضيع البيوت اللي قلة الشورى،
وبعدين لما القرآن جاب الآية بتاع الشورى جابها بين ايه؟ بين فرضين من فرائض الايه؟ الإسلام، بين ركنين. قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ليزكى. يعني عايز اقول لك جابها قبل ايه؟ جابها قبل الصلاة وجابها بعد الزكاة، بين الصلاة والزكاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله ليه جاب الشورى بين ركنين من أركان الإسلام؟ عشان يديك أهميتها، عشان تعرف مكانة الشورى. طب والشورى دي تعمل ايه واحنا هنعوزها فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يوحى عليه قالوا ايه؟ وشاورهم في الأمر. شوف، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فايه فتوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يأمره أن يشاور أصحابه، بل يشاور زوجاته صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال حكمة خلي بالك منها، قال الرجال ثلاثة. أنا هقول وأنت اوزن نفسك بقى، شوف أنت تبعنا. رجل برجل، ورجل بنصف رجل. مولانا نص رجل ده يبقى نص رجل، دي أنا ماليش دعوة، ده كلام سيدنا علي. انت افهم انت. رجل برجل، ورجل بنصف رجل، ورجل بلا رجل. يعني ما يستحقش يبقى راجل اصلا. الرجاله مش شناب، مع احترامي الشديد، مع كامل احترامي الشناب وغيره وغيره وغيره، لكن عايز اقول لك الرجال لهم مواصفات في القرآن. لذلك القرآن لما يتكلم عن ايه؟ عن الرجال مش عن الذكور. ما يجيبش الذكور الا في آية واحدة بس، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، بس وخلاص على كده. لكن لمين يتكلم بعد كده؟ من المؤمنين رجال. الله فيه رجال يحبون ان يتطهروا. الله الله الله. في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كل ما يتكلم عن الرجال. فإيه معنى رجل برجل، ورجل بنص رجل، ورجل بلا رجل؟ رجل برجل هو الذي شاور الرجال وأخذ بمشورته. وهقول لك هتشاور فيها دلوقتي. وتشاور مين؟ وتشاور مين؟ مش أي حد تشاور، مش أي حاجة. ركز في الكلام. تروح تقول له ده في قراط في المكان الفلاني، رأيك؟ يقول لك لا 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 ده عليه مشاكل وما فيش، وتصبح تاني يوم تلقاه ولا شيء. هذه الرجاله صحيح ده ينفع ده؟ وعشان كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. ده في بيت فلاني مش عارفه، لا 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 ده كذا كذا، المره دي مش عاجباني، لا لا خلاص ارتاح منها. ده دي شورى برضه ينفع الكلام ده؟ ايها المستشار، مش المستشار بتاع المحكمة. ما هو انت لما يقعد معاك صاحبك وياخد رأيك في حاجة اصبحت ايه؟ مستشار. والمستشار لابد ان يكون امين. خليك امين، خليك امين على الشورى، وخليك صاحب سر، اوعى تطلع السر بره. الرجل استشار. ان كان لديك علم فاعطيه علمك. طب لا انا ما اعرفش في الموضوع ده، بس خلاص قول له لا ادري. الله الله، اوعى تقحم نفسك فيما لا تدري. بس طبعا دلوقتي هو في حد ما يعرفش؟ ايوه يا اخوي في حد كتير ما يعرفش. يعني انت تيجي تسالني في موضوع انا ما اعرفش فيه، اتكلم وبس، تاخد برايي، تحصل حاجه ذنبك في رقبتي الى يوم القيامه. اخواننا اللي بيتسرعوا انتبهوا، الكلمة انت بتقولها سهلة، بقول لك روح ارتاح منها، طلقها واستريح منها. انت كلمة قلتها ستظل في عنقك الى ان يشاء الله. وانا بضرب مثال بالموضوع ده لانه كتير ومنتشر.
كتير ومنتشر، وانتبه، كتير ومنتشر. فالمستشار مؤتمن، ومعنى مؤتمن لازم يكون امين، لازم يكون اولا لديه علم ولديه ديارة ولديه صدق ولديه امانة في القول. لا تدري قل لا ادري، من قال لا ادري او لا اعلم فقد اجاب وقد افتى، وده افضل شيء. يبقى رجل برجل هو الذي يشاور الرجال ويأخذ بمشورته، ورجل بنصف رجل هو الذي يشاور الرجال ولا يأخذ بمشورته، ورجل بلا رجل ما يستاهلش خالص. الرجل او اللي بنسميه راجل لا يشاور الرجال ولا يأخذ بمشورته. ده يقول لك لا ده بتاع بقى، انا اعمل اللي انا عايزه. دليل على انه بعد عنكم، انا حر. انت حر ما لم تضر، ارجوك. انت بتتكلم في مصير اسره، في مصير بيت، في مصير عائله. خليك امين، انتبه. طب النبي جاء في الشورى بقى، واختم بالحديث ده، وعايزك الثلاثه دول تركز عليهم، واقسم بالله هذا الكلام فيه السعاده الابديه. اللي عايز السعاده اسمع كلام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، وهختم بهذا الحديث إن شاء الله. عايزين نتمتع بفضيلة الشيخ أحمد، الله يبارك لنا فيه يا رب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد. ثلاثة يا رجل، ثلاثة يسعدوا أي بيت، أي أسرة، أي بلد، أي مجتمع يطبق هذا الحديث لا يشقى في حياته أبدا. لأن الحديث ده عايز أقول لك جمع فأوعى، جاب كل حاجة. ما خاب من استخار، الاستخارة دي بينك وبين ربنا. وما ندم من استشار الأصحاب والأصدقاء. وانا بقول لك الاصحاب، واتبه للاصحاب قوي، واتبه قوي للاصحاب وللاصدقاء. ليس كل انسان يصح ان نقول عليه صاحب. الصاحب واحد خدوا النبي عليه الصلاة والسلام اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الصاحب ساحب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد. طب الاستخارة تكون فيها بسرعة عشان الحتة دي مهمة. يقول لك يا عم الشيخ أنا صليت استخارة وما شفتش حاجة. أولا الاستخارة تكون في الأمور المباحة. يعني إيه المباحة؟ يعني لا امر واجب ولا امر حرام. لا ينفع استخير ربنا في امر واجب، يعني اصلي ولا ما اصليش، ينفع استخير فيها دي؟ طب احج السنه دي ولا اشتري جرات احسن بالفلوسات دي؟ عايز وده كلام برضه. انت هتستخير ربنا تحج ولا لا؟ لا انت تحج من غير كلام. عايز اقول لك يعني الاستخاره ما تكونش في الامور الواجبه. استخير ربنا اطلق المرة ولا لا؟ ده برضو ينفع. استخير ربنا اسافر ولا لا؟ ينفع. ده امر مباح. اشتري البيت الفلاني ولا لا؟ ينفع. طب اشارك فلان في التجرة ولا لا؟ ينفع. هي دي الامور، اسمها الامور المباحة. لكن بعد عن الواجب وبعد عن الحرام في الاستخارة. طب الاستخارة دي اعمل ازاي يا سيدنا؟ هتصلي ركعتين، اتوضى كده واحسن الوضوء واحسن النية بينك وبين رب العزة والجلال، واقف كده بين يدي الله وصلي ركعتين وادعي بالدعاء. الدعاء بسرعة كده: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وهو سفري إلى دولة السعودية أو سفري إلى دولة العراق أو سفري إلى أو زواجي من فلانة
بس بمناسبة الزواج ما يبقاش عندك ميل جوه قلبك وتستخير، ما ينفعش. لما انت مقرر واخد القرار والنهار كله قاعد تطل ومستنيها ورايحة جاية قدامك وانت والموضوع لادد عليك 100%، هتستخير بتاعتها دي. يبقى الاستخارة طلع هوى النفس قبل ما تستخير. يبقى الاستخارة في الامر الايه؟ الامر المباح. اللهم اني استخيرك بعد ما تصلي الركعتين وتدعو، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر وتسميه زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري فقدره لي ويسره لي. شوف، قدره ويسره. وان كان هذا الامر وهو كذا كذا شر لي في ديني ودنياي وعاقبة امري واجل فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ويا ريت تنام بعديها، ما تسرحش لهنا ولا تقعد تفتح فيس ولا تقعد تحكي. لا، نام والله. يعني إذا قمت من النوم منشرح الصدر، مش لازم اشوف رؤيه. في ناس كتير يا عم الشيخ عمال اصلي ومش عارف. انت عايز رؤيه؟ ما احنا مش قد الرؤى بقى، مش احنا بتوع الرؤى دي لها ناس صباحا لما نوصل صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فعموما مش لازم تشوف رؤيه، لا، ليس بشرط. اقل حاجه ان انا اقوم من النوم منشرح الصدر، مفيش كوابيس، مفيش حاجه وحشه، لا شفت عزكم الله كلاب في النوم ولا تعابين ولا اسوله ولا مش عارف ايه ولا جلكت ولا، انما كنت شفت. لا، انت طول بالك بقى. طب ينفع اكررها مره واثنين وثلاثه وعشرة وبراحتك خالص وتريس، وكل ما كنت قريب من الله واحسنت اليقين على الله يبقى مش لازم تشوف رؤيه. اهم حاجه تقوم من النوم ايه؟ منشرح الصدر، وتقوم على الفجر كده. مش هو يقول الصلاه خير من النوم وانت ولا عندك فكره. الصلاه خير من النوم وانت بعينك نايم وعايز استخاره؟ ينفع الكلام ده؟ ارجوكم يا ساده، النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لامتي في بكورها. يبقى ما خاب من استخاره مع الله سبحانه وتعالى، وتكون في الامر المباح بالدعاء لله. انما الشورى بقى وما نادم من استشار صديق كده عزيز عليه، رجل يثق في كلامه، رجل يعرف عنه انه رجل بياكل حلال ويعرف ربنا حق المعرفه، لا مانع اقعد استشيره. دي الشورى بقى اللي هي ربنا سمى الصوره باسمها. وقلت المستشار يكون مؤتمن ويكون امين ويكون يعرف ربنا ويكون على درايه في الامر المستشار فيه، والا ابعد عن الموضوع وقول له لا انا لا ادري، اسال حد يكون يعرف في هذا الامر. دي اسمها الايه؟ شوف النبي يقول عليه الصلاه والسلام وما ندم، مش هتندم طالما انت استشرت وعملت السنه، مش هتندم. الثالثه دي مهمه بقى، وارجو من الحضور ان ينتبهوا تماما. ما عال من اقتصد. امشي على جدك يا اخي، ارجوك لا تسرف، ان الله لا يحب المسرفين. لا تبذر، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وربنا قال في سوره الاسراء ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يحصل ايه؟ فتقعد ملوما محصورا. مش هتلوم الا نفسك. يعني انا عارف مثلا يومي ب100 جنيه وضيع 150، طيب وبعد كده مش عارف اروح لمين واعمل ايه. مش عايز اتكلم عشان كلمه تيجي كده ولا طوبه تخبط واحد يقول لك ده كذا. لا الامر واضح. ما عال يعني ما افتقر، مش هيفتقر ابدا اللي يقتصد. زمان كانوا يقولوا الجماعه الطيبين على قد حصيرتك، والله كلام من السنه، على قد حصيرتك وفرضت. صحيح يا حبيبي، مش على قدك. يجي واحد يقول لك ايه؟ انا عايز اعمل مشروع، ايه رايك؟ انا هجيب 100,000 قرض واعمل مشروع. لا اعمل مشروع ب10,000 اللي معاك بس، واسمع الكلام وافتكر كلام النبي معالا من اقتصد. امشي على قدك، ما تطلعش السلم مره واحده. اكتفي بهذا ولعل الرساله تكون وصلت. ادعو للعرسين كمان.